لو انت فاتك كل الاخبار بتاعت شهر فبراير اللي ليها علاقه بترامب، بايلون ماسك، بالبيتكوين، بالاقتصاد، الفيديو ده هيلم لك كل الاخبار الحلوه والوحشه، الاخبار اللي مش مفهومه. هنركز في كل حاجه ترامب عملها في الشهر ده، لان من الواضح ان السنه كلها والاربع سنين الجايين هيبقى ليها فليفر ليه علاقه بدونالد ترامب. لو انت ليك في السياسه، ليك في الاقتصاد، ليك في البورصه، ليك في اي حاجه، لازم تبقى متابع حركه دونالد ترامب وايه الحاجات اللي هو بيفكر فيها وايه القرارات اللي هو ماشي من خلالها الفتره اللي فاتت. اهم حاجه لازم اقولها، لازم تعمل لايك وسبسكرايب. يلا بينا نبدا الفيديو. طيب احنا دلوقتي داخلين على اخر شهر فبراير، وسعر البيتكوين خلال الشهر ده زي ما انتم شايفين واقع حوالي 7%. ودي حاجه غريبه، لان الناس كانت متخيله ان ترامب هيوصل الدنيا هتزقزق. يعني هو ترامب ساعه ما كسب بيتكوين طلع حوالي 50% على الاعلى حاجه، ودلوقتي هو زايد 40%. يعني انت لو اشتريت بيتكوين يوم ما ترامب كسب، انت عليت حوالي 40% من الايداع بتاعك. بس من ساعه ما هو مسك البيتكوين واقع حوالي 8%. هتقول لي يا عمر ليه؟ يعني الناس ازاي كانت فرحانه ان ترامب هيكسب، وازاي البيتكوين طلع 40% وصل لحاجه 52% وبعد كده نزل من 52% دلوقتي؟ هقول لك ان من ساعه ما ترامب مسك البلد وهو عنده قرارات اقتصاديه رهيبه. كل يوم في قرار اقتصادي اكبر من اللي قبله. اديك مثال، ترامب من ساعه ما مسك واخد قرار ان هو ينزل تعريفات جمركيه على الاستيراد من الخارج بالنسبه للسلع اللي بتيجي من المكسيك وبتيجي من كندا. النتيجه بتاعت القرار ده، هو القرار ده بتنفذه اتأجل شوية بس هو قال انه هينفذه. القرار ده ادى للسوق الداخلي احساس ان اول حاجة ان السلع الاساسية اللي بتيجي من البره تغلى. الناس الطبيعية، الناس اللي هي المتوسطة الدخل اللي عادة بتاخد فلوسها تستثمرها في البورصة، بتستثمرها في البيتكوين، دلوقتي عمالة قلقانة. هو ده وقت استثمار ولا شوف الدنيا هتولع، ولا شوف العربيات هتغلى، ولا شوف الاكل والشرب هيغلى؟ انعدام استقرار. فانعدام الاستقرار زي ما انتم شايفين بيأثر تماما. لو كبرنا الشاشة شوية عشان تشوفوا، بخلال شهر انعدام الامان ده بيسبب تهزهز في سعر البيتكوين. لو انت برضو خدت خطوة ورحت من البيتكوين ورحت مثلا لحاجات ملهاش علاقة بالكريبتو كارنسي، يعني مثلا رحت لجوجل ستوك او امازون ستوك، بقالك شهر وقع حوالي 9% زيها زي البيتكوين. لو انت رحت لتسلا، هتلاقي التسلا خلال الشهر نازله حوالي 18%. يعني انت لو كنت عندك مثلا شيرز تسلا بقالك شهر انت اتسلقت. فطبعا بص، يعني انا مش بحط البيتكوين تحت المنظار، بس يعني لو انت عندك تسلا، عندك جوجل، عندك S&P 500، عندك ETFs S&P 500، خلال اخر شهر نازل حوالي 2%. والله اللي بيستثمر في الاس ام بي 500 ما بيخسرش. انت حتى لو كان عندك اخر 6 شهور كان اديك عليه قد ايه؟ 11%. انعدام استقرار بيدي دايما احساس بعدم الامان للمستثمر المتوسط، وبيدي للمستثمر الكبير برضو احساس ان هو ممكن يخلي فلوسه على جنب لحد ما يشوف الدنيا هتستقر. مش بس في تعريفات، في اخبار قويه جدا بتيجي من Department of Government Efficiency دوج. ايلون ماسك من اهم انجازاته في الفتره اللي فاتت ان هو اقنع دونالد ترامب انه يسيبه يعمل زي فريق عمل جوه في الحكومه اسمه دوج. فريق العمل ده هو بدا ب 100 واحد ودلوقتي بيقول لك عنده الوفات، عباره عن عيال عندهم شهادات عاليه جدا في الاقتصاد، في التكنولوجيا، بيعملوا زي جرد على المؤسسات الحكوميه. بيشوفوا المؤسسات الحكوميه اللي بتصرف بزياده، المؤسسات الحكوميه اللي ما عندهاش نوع من انواع الالتزام بمعايير الدقه، الناس اللي هي مثلا ما بتعملش حاجه، الناس اللي هي مستهلكه اكتر منها منتجه. اول القرارات اللي انا سمعتها من دوج ان هو رفضوا حوالي 1600 واحد في غمضة عين في مؤسسه حكوميه في امريكا. القرار اللي تيجي كل يوم انه في ديبارتمنتس كتيره، وزاره التعليم، وزارة التجارة. وزارة التعليم هي اللي هتتقرص جامد، وزارة التعاون الخارجي والتجارة هتتقرص جامد. قالك ان مفيش قسم او مجال حكومي في امريكا مش هيتجرد ومش هيتبص عليه. المعاشات، التأمينات، كل حاجة علاقة المواطنين بالضرائب، كل حاجة هيتبص عليها. الحاجات دي برضو لو بصيت عليها شورت تيرم، لو بصيت عليها في المرحلة اللي جاية الصغيرة 3 شهور ل 6 شهور، انا شايف ان الناس هتفضل قلقانة، لان في ناس بتترفد، في ناس بتسيب شغلها. بس اوفر اول في احساس عام في الدولة ان في فساد، يعني اللي هو فريق العمل بتاع دوج ده بيكشفه. ففي نوع من انواع الرضا الخفي ان هم عاوزين يشوفوا الموضوع ده هيوصل لفين. هل الناس اللي هتترفد دي فعلا كانت ناس
كويسة ولا وحشة؟ هل الإدارات اللي بيترفد منها الناس دي هتنهار ولا هتمشي عادي؟ هل التعليم، هل الصحة، هل الحاجات دي فعلا ماشية كويس أيام بايدن ولا كان في فساد وترامب بيطهر؟ الجو العام دلوقتي بيقول إن خليك حريص، خليك حذر في الفلوس بتاعتك. كل القرارات اللي بياخدها دوج، القرارات اللي بياخدها ايلون ماسك وترامب، لو هي كويسة في اللونج تيرم خلال السنة، خلال ال4 سنين، هيؤدي الى انفجار رهيب في الاقتصاد بيأسس وهيثبت المرحلة الجاية انها تبقى مرحلة نماء رهيب قوي في الاقتصاد في امريكا. يعني انا متفائل جدا باللي بيحصل دلوقتي. من ناحية الاخبار كويسة الحلوة اللي انا شايف ان هي هتأثر على السوق بتاع البيتكوين بشكل قوي جدا، خبر اولاني، الجهة الرقابية بتاعت البورصة في امريكا هي اسمها الاس اي سي. الاس اي سي كانت رافعة على اكبر منصة تداول في امريكا اسمها كوين بيز قضية من 2023. القضية دي كانت كبيرة، والقضية دي لو كانت فعلا اتثبتت، لان كان في عداء للبيتكوين رهيب، لو الاتهامات اللي طلعت من الاس اي سي لزقت في كوين بيز كان سعر البيتكوين وقع 50%. السبب ايه؟ ان كل منصة بدأت تعمل تداول في البيتكوين من 10 سنين اول في بدايات البيتكوين كانوا خدوا تصريح ان هم يعملوا منصة تداول باشكال مختلفة. ما كانش في حد عامل زي نوع من انواع البوليسي او القوانين اللي بتحكم منصات التداول بتاعت البيتكوين. فلو انت مثلا حكومة ضد البيتكوين، انت ممكن تعطل البيتكوين تماما بان انت توقف المنصات دي. المنصات دي بتسمح للناس العادية انها تبيع وتشتري وتبدل وتخزن البيتكوين، بس انت لو قفلتها او عملت عليهم غرامات كبيرة قوي وتضرب السوق بتاعهم، تضرب سوق النمو. في محافظات في امريكا كانت مش سامحة ان كوين بيز تشتغل، زي مثلا محافظة زي نيويورك. ساعتها انت ضربت البيتكوين في مقتل. بس الحكومة دلوقتي وقعت كل الاتهامات ان كوين بيز دي شغالة بشكل غير قانوني وهتسمح لها انها تشتغل عادي. معنى كده ان لو اكبر منصة في العالم اللي كان عليها حظر او كان في خوف ان هي ممكن تتقفل بسبب ان الحكومة الامريكية عاملة مشاكل معاها، المشاكل دي كلها اختفت. معنى كده ان انت دلوقتي نسبة ثقتك في البيتكوين لازم تزيد 50%. وعلى فكرة برضو المشاكل اللي كانت حصلت مع باينانس اتصفت، لان هم طلعوا السي او هو الغلطان ولبسوه المريالة ودخلوه السجن وهيمشوه وهيدفعوا باينانس غرامة كبيرة قوي. فمعنى كده ان اكبر شركات تداول للبيتكوين دلوقتي عدوا مرحلة الخطر، ودي اخبار كويسة قوي للناس اللي مستثمرين في العملات الرقمية. اخر خبر وانا لسه مش متأكد منه قوي ولسه عاوز اعمل شوية بحث، بس ان شاء الله في اخر الفيديو اللي هعمله ليه علاقة بالاخبار الجاية هشرح الموضوع ده اكتر. ان ايلون ماسك بيقول بعد ما هيعمل عملية الكشف الرهيبة اللي بيعملها دلوقتي، هيطلع شيك بحوالي $5000 يرجعه زيادة على زي تقرير ضريبي لكل الناس اللي دفعت ضرائب السنة دي. ده بيفكرني ب 2021 2022 لما كان بايدن بيطلع شيكات معونات للناس ايام الكوفيد عشان يساعد الناس اللي هي ما عندهاش شغل، الناس مش عارف ايه. لو انت عندك ترامب او ايلون ماسك وترامب طلعوا الشيك ب $5000 ده، انا متخيل ان كمية الاستثمار، انت كده بتحقن البورصة بفلوس indirectly، انت بتدي للناس فلوس تمشي بيها في الشارع. طيب الناس دي ايه؟ هنقول 95% من الناس دي هتروح تشتري حاجات، مش هتروح تستثمر. الناس اللي هتشتري عربيات، الناس اللي هتشتري ثلاجات وبتاع، انت كده نشطت سوق الداخلي بتاعك، سوق البيع والشراء. وطبعا في 5% ياخدوا الحاجات دي يحطها في ايه؟ في الاس ام بي 500، هيحطها في الاقوى شركات في امريكا او اللي يعمل استثمار في العملات الرقميه. انت رجعت من فلوس اللي معاك شوية فلوس للماركت عشان يفوقوا. بالنسبة لي دي ممكن تكون من اقوى الحاجات اللي تضرب في السوق في immediately. يعني انت خلال 3-4 شهور تلاقي ان البورصة والعملات الرقمية طلعت من اقل حاجة 5% ل 15-20%. انا قلت كل الاخبار الحلوة، انا قلت كل البريف اللي حصل في شهر فبراير. انا متوقع ان شهر مارس وابريل هيبقى في صعود اكبر للبورصة وفي نمو اكبر للاقتصاد. انا شايف ان ترامب بيعمل خطوات جادة جدا ان هو يحاول يتعامل مع مشاكل اقتصادية بشكل دايركت، بشكل ممكن يكون هيسبب شوية تذبذب، هيعمل حاجات زي ما احنا شفناها. في ناس هتبقى موافقة، في ناس مش هتوافق، بس انا شايف very likely
شاء الله باذن الله خلال الفتره دي او 2025 هتبقى سنه قويه قوي للناس اللي بتستثمر فلوسها في العملات الرقميه او في البورصه عامه. لو عجبك الفيديو ده ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، ابعت لي قول لي لو في حاجه معينه عاوز نتكلم فيها، واشوفكم على خير في الحلقه الجايه. سلام.